السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا النهاردة هنشرح تكييف رش مفصل. احنا عندنا تكييف هنا وهنا وهنا وهنا، وفي تكييف ورا اهوت. هنشرح كل تكييف ده بتاع ايه. دي مفاتيح التكييف. احنا هنا الاوف عايز في التكييف. لو عايزين هنفتح التكييف، ده زرار التكييف. عندنا في الزرار هنا في فرونت، مكتوب هنا فرونت اهيت، وهنا باك. اوكي، الزرار ده بتاع المروحة، بيزود لنا المروحة بتاعتنا قد ايه. اوكي، عندنا هنا المود، النظام بتاع التكييف هيبقى ماشي ازاي. ده التكييف هيبقى في الوجه، ده كده هيبقى في الوجه والرجل تحت. هنا هيبقى في الرجل بس، هنا في الرجل، ويبقى هنا يشتغل هنا ويشتغل ورا كده. بالنسبة للتكييف هنرجع بالمود تاني بتاعنا هنا في الوش. ده كده شغال، ده عندنا شغال. اوكي، وده شغال وده شغال، التكييف اللي هناك دوت. اوكي، بالنسبة عندنا هنا الاوتو بتاعنا. الاوتو بتاعنا لو احنا عايزين العربية تبقى توصل كلها 20 مرة واحدة، مش واحدة واحدة يعني، هندوس اوتو هيعللنا، بيعلي لوحده خالص اهوت. سامعين صوت التكييف بيعلى خالص خالص خالص، على اساس نشوف كل حاجة. احنا كده هنطفيه، هنقلله، هنلغيه خالص كده. ادام احنا مسكنا الزرار ده يبقى هنلغي الاوتو خالص بتاعنا. الزرار لما دوسنا فرونت، ده التكييف ده هيقف مش هيشتغل. التكييف اللي ورا ده هو اللي هيشتغل، اللي هما الاتنين دول اللي هما بيستخدموا في حاجة واحدة. لو احنا عندنا هنا بخار مية مش شبورة الصبح او حاجة، ممكن بنفتحه وينزل لنا المية على اساس ان احنا ما نشغلش المساحة. او بمعنى تاني، ممكن مكان ما تبقى درجة الحرارة 20، دي اللي مسؤولة عن درجة الحرارة، ممكن هنخليها سخنة اكتر من 31، هتبقى درجة الحرارة سخنة. احنا كده شغلنا السخن ورا بس، قدام بس، سوري قدام. هينزل لنا كل المية، وبعد ما ينزل لنا المية لازم نرجع ده تاني في درجة الحرارة بتاعتنا اللي احنا عايزينها. عايزين نطفيه هنطفيه. وبالمثل لو احنا عايزين نشغل الخلفي، ده هندوس هنا، هيشغل لنا الزجاج الخلفي عشان يقول لنا لو في مية او في حاجة على الازاز من ورا، هينزل المية. وبرضو ممكن نغير درجات الحرارة بتاعتنا. ده كل التكييف اللي احنا فيه بتاع العربية الرش. والتكييف ما شاء الله بتاع العربية الرش حلو جدا. العربية الرش ديت انا بشرح لكم من عربية 2021. اتمنى يكون الشرح عجبكم، ولو عجبكم منتظركم تقولي رأيكم ايه. واشكركم على استماعكم، ولو مش مشتركين في القناة استناكم ان انتوا تشتركوا في القناة. ولو عندكم اي استفسار او اي سؤال ممكن نسأله ونشوف، وان شاء الله اقدر اجاوبكم عليه. انتظروني في فيديو جديد ان شاء الله. السلام عليكم.